ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض وصفة بجد خطيرة. معايا هنا الصينية بتاعتي، معايا هنا دي الخضار اللي انا هستخدمه. حطيت بقى، جبت الصينية بتاعتي حطيت فيها بصل وكمان فلفل رومي، تقدري تحطي كمان فلفل حامي، وحطيت كمان كوسة وكمان جزر، وكمان معايا طماطم متقطعة شرايح، وكمان بطاطس مكعبات او تقطعيها كبير شوية، وكمان كمان فص ثوم وقرن فلفل حامي، وكمان بروكلي. معايا اخر معلقة في البرطمان بتاع الصلصة، حطيت شوية مية وبعد كده نزلت بيهم، وهنزل كمان بفلفل من الاسمر، وكمان معلقة من البهارات بتاعة الفراخ او 7 بهارات، وكمان كزبرة، وكمان رشة من القرفة المطحونة. اخر حاجة كمان هحطها معايا الملح، وكمان هحط كمان ريحان المجفف، وهبدأ بقى احط كمان رشة من زيت الزيتون، وهقلب كده كله مع بعضه. بعد ما قلبت كله مع بعض وحطيت اللحمة بتاعتي، طبعا هغطيها وهدخلها على فرن سخن على درجة حرارة 220. هتقعد معايا من ساعة لساعة وربع كده على حسب طبعا الفرن بتاعك. وده كان شكلها لما خرجت بجد تحفة، بجد جربوها هتعجبكم قوي. الوصفة بجد سهلة قوي وبسيطة وما بتاخدش معاكي اي وقت. بنحط الخضار كله مع بعضه في الصينية وبتدخلي الفرن، ما بتاخدش معاكي اي وقت خالص، واللحمة مستوية ودايبة دوب. ده غير كمان الخضار اذا كان بطاطس ولا جزر ولا كوسة، بجد طعمهم كمان بياخد من طعم اللحم. وطبعا تنفع بأي خضار متوفر عندك في التلاجة. يلا قدميها مع شوية رز وحبة سلطة، وألف هنا. هستنى رأيكم.